الحوالة شبكة غير رسمية لتحويل الأموال من مكان إلى آخر من خلال الوسطاء. هكذا نظمت جبهة البوليساريو التي تتخذ من تندوف في الجزائر مقرا لها شبكة واسعة النطاق لغسيل الأموال غير المشروعة، مصدرها إسباني ومرتبطة بحزب الله اللبناني. واستنادا إلى مذكرات من وكالات الاستخبارات وتقارير من الحرس المدني الإسباني، كشفت i24 نيوز عن هوية المسؤولين عن تمويل جبهة البوليساريو، وشرحت آلياتها من خلال تحويل الطير، وهي شبكة تحويلات غير رسمية، من خلال الوصول إلى تقرير من قبل وكالة استخبارات غربية، بالإضافة إلى تقارير من قوات الحرس المدني الإسبانية. تمكنت i24 نيوز من تحديد أحمد عبد الرحمن باعتباره العقل المدبر وراء الحوالة، وشريكه أزمان محمدو. يعيش أحمد منذ عام 2007 في إسبانيا، ودرس في ليبيا حيث التقى بشريكه ليؤسس الحوالة. وبصفته المسؤول عن التحويلات المالية، كان لدى عبد الرحمن علاقات وثيقة جدا بجبهة البوليساريو الانفصالية، حيث يكشف التقرير عن وجود حسابات مصرفية في إيرلندا وإسبانيا، بالإضافة إلى شبكات غسيل أموال مختلفة إلى أوروبا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت كاميرات i24 نيوز من إثبات وجود روابط وثيقة بين جبهة البوليساريو وحزب الله اللبناني. وبالفعل يظهر شريط فيديو لقاء بين عبد الرحمن ممول جبهة البوليساريو ورجل أعمال لبناني من القرد الحسن، الذراع المالي لحزب الله، جالسين في مقهى ببلد أوروبي، ومن خلال ذلك تمول جبهة البوليساريو. تقنية تحويل الأموال لم تكن الوحيدة، بل وفقا لتقارير عدة كانت البوليساريو قد تلقت صواريخ أرض جو وطائرات بدون طيار من طهران. علاقات سلاح وأموال. سبق أن كشف وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن علاقة حزب الله بجبهة البوليساريو، حيث تشكلت ما يسمى بلجنة الدعم الشعبي الصحراوي في لبنان برعاية حزب الله. مستواهم قائم